وهنا بنشوف الصرصار الآلي بتاع ماكسيم وهو طاير في السماء، وبنشوف جواه ماكسيم وهو متعصب جدا لأنه ما بيكونش عارف يوصل لمكان جرو، وبيقول لفالنتينا إنه بيكره جرو من أيام ما كانوا لسه صغيرين، وبيحكي لها إنه يوم عرض المواهب في مدرسة الأشرار كان بيحضر أغنية وعرض معين، بس اتصدم وقتها لما لقى جرو غنى نفس الأغنية دي وإنها عجبت كل الموجودين، وبسببه ما قدمش العرض بتاعه. وفجأة بيشتغل إنذار الصرصار الآلي، وده بسبب إن الوقود بيكون قرب يخلص منه، فبيضطروا إنهم ينزلوا لمحطة الوقود، وبيهبطوا للمحطة وهناك بيبان على ماكسيم إنه متعصب جدا، وبيروح لصاحب المتجر وبيطلب منه إنه يحط وقود للآلي، بس صاحب المتجر ما بيكونش مهتم بكلامه، فبيفقد ماكسيم أعصابه وبيهدد صاحب المتجر وبيخوفه، وبيستخدم السلاح وبيحوله لصرصار وبيطلب منه إنه يمون الآلي. وبعدها بنشوف لوسي وهي بتتسوق مع بناتها وبتتفاجئ لما بتشوف الزبونة اللي بوظت لها شعرها، وبتروح تستخبى بسرعة، ولسوء حظها الزبونة بتاخد بالها منها، فبتخاف لوسي وبتجري بسرعة عشان تهرب منها، بس الزبونة بتفضل تجري وراها بسرعة أكتر. وقتها لوسي بتفضل ترمي أي حاجة في طريقها عليها، وبعد مطاردة طويلة بتقدر لوسي إنها تحبس الزبونة في التلاجة، ووقتها بتقدر لوسي تخرج من المكان وبتركب العربية بسرعة هي وبناتها.